السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة جديدة ويوم جديد زملكاوي. مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي النهاردة إن شاء الله الساعة 5 بتوقيت الإمارات وعمان، لكن الساعة 3 بتوقيت القاهرة. المباراة النهاردة إن شاء الله الساعة 3 بتوقيت القاهرة في زامبيا، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية. الماتشين النهارده ان شاء الله هيبقوا تقريبا في نفس التوقيت. بصينا كده على ماتشات الكونفدرالية بالظبط في نفس التوقيت، مباراة كايزر تشيفز والمصري ومباراة زيسكو والزمالك. المباراة اللي فاتت الزمالك الحمد لله قدر ان هو يفوز على النادي المصري 2-1 ويتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 ماتشات، والمصري 7 نقط واقف زي ما هو عند المركز الثاني، وكايزر تشيفز فاز على زيسكو رايح جاي وبقى معاه 7 نقط في المركز الثالث. والعركة كل العركة دلوقتي بقت بين المصري وكايزر تشيفز. المصري النهارده عنده ماتش صعب جدا 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 في جنوب افريقيا. بنسبة كبيرة جدا الماتش بتاع النهارده بتاع المصري ده على اللي يصعد مع الزمالك ان شاء الله. احنا الحمد لله فزنا على المصري النهارده. احنا بنلاعب متزيل المجموعة زيسكو اللي معاه 0 من النقاط، خسر كل ماتشاته، خسر من المصري في ملعبه وخسر من كايزر تشيفز رايح جاي وخسر مننا في مصر. المفروض احنا النهاردة نروح نفوز عليهم، المفروض يكون فوز مستريح مرتاح عشان نضمن صدارة المجموعة، بحيث ماتش كايزر تشيفز اللي هو الجولة السادسة اللي هو كمان اسبوع في القاهرة يكون بنسبة كبيرة تحصيل حاصل، علشان نقدر نريح في اللعيبة، نقدر نغير في شوية لعيبة، علشان الفترة الجاية كلها ضغط كبير جدا 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 في الماتشات. عندنا في ماتش عندنا في شهر فبراير حوالي 6 ماتشات. تخيل، في حوالي 3 أسابيع أو 20 يوم 6 ماتشات، كل ماتش والتاني بينهم يومين بس، يعني اللي هو يدوبك. يعني بصراحة يعني الله يكون في عون اللعيبة وكابتن معتمد جمال. الفترة دي فترة مضغوطة جدا جدا جدا، كلها ماتشات مضغوطة جدا جدا. حتى لو بصينا هنا هنعرف الكلام ده. شوف النهارده هو الحد ماتش زيسكو، ماتش سموحة هنا مكتوب يوم 12، لكن اتحاد الكورة غير الميعاد خلاه يوم 11 يوم الاربع، فانت معاك بس الاثنين والتلات وهتلعب الاربع على طول مع سموحة. بعدين ماتش بردك كايزر تشيفز دوت ما بقاش الحد بقى السبت، فانت هتلاعب سموحة الاربع، هتريح بس خميس جمعة وتلعب كايزر تشيفز على طول، يعني بس يومين. بعدين عندك سيراميكا في كاس مصر يوم 17، فانت هتلعب السبت، هتريح حد واتنين وتلعب تلات يوم 17 في الكاس مع سيراميكا كليوباترا الساعة 2:30 الظهر. بعدين تريح أربع خميس وتلعب الجمعة، بعدين تريح السبت والحد والاتنين تلعب التلات، تريح كام يوم وتلعب مع بيراميدز. الفترة اللي جاية ضرب نار، كمية ماتشات، الفرق بين كل ماتش والتاني يومين. الموضوع هيبقى صعب جدا الفترة اللي جاية. اتمنى النهارده الزمالك يقدم ماتش قوي. انت بتلاعب المفروض فريق من اضعف فرق، مش بس المجموعه، من اضعف فرق البطوله. المفروض تنزل تفوز، المعنويات المفروض انها مرتفعه. بالنسبه لغيابات الفريق النهارده عن مباراه زيسكو، عندك للإصابة عمر جابر، محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد فتوح، عمرو ناصر. وعندك لنزلة البرد سيف الجزيري، شيكوبانزا، وعبد الله السعيد. وعندك خوان بتزيرا، هي نفس الإصابة اللي كانت عنده في ماتش كهربة الإسماعيلية. والأسباب فنية، غايب محمد عواد للعقاب بسبب تمرده الفترة اللي فاتت. ولأسباب فنية أيضا سيف جعفر، ولسه محمود بنتايج عدم الجاهزية الفنية. وده السكواد بتاع الماتش اللي سافر زامبيا: محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي. في الدفاع احمد خضري، الونش، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، السيد اسامه، محمد ابراهيم، بارون اوشنج. في نص الملعب محمد شحاته، محمد السيد، يوسف وائل الفرنسي، محمد حمد ايشو، احمد حمدي، ادم كاي، احمد شريف، وناصر منسي، وعدي الدباغ. بالنسبه للتشكيل المتوقع لمباراه الزمالك النهارده قدام زيسكو يونايتد،
ده تشكيل ماتش الزمالك الاخير مع قرابة الاسماعيلية. كان صبحي ومحمد ابراهيم والخضري والونش والسيد اسامة. كان في نص الملعب احمد حمدي مع محمد اسماعيل ادم كايد، وقدام كان احمد شريف وناصر المنسي وعلاء الدباغ. النهارده بنسبة كبيرة هيبقى صبحي هو موجود في حراسة المرمى عادي جدا. باك يمين عندك بارن اوش ومحمد ابراهيم، اظن محمد ابراهيم هو اللي هيكمل باك يمين، مفيش اي مشكله. باك شمال مفيش غير الخضري وايشو، بنسبه كبيره بردك الخضري هو اللي هيكمل باك شمال. في خط الظهر الونش زي ما هو، ورجع خلاص حسام عبد المجيد، فهيبقى الونش وحسام عبد المجيد في خط الظهر. في نص الملعب هيبقى محمد اسماعيل، وهيبقى جنب محمد اسماعيل يا اما محمد شحاته يا اما محمد السيد، وممكن برضو يكون احمد حمدي. يعني الى حد ما نص الملعب بتاعنا متامن، وفي الى حد ما دلوقتي خيارات شويه كويسه. انت بتلعب بمحمد اسماعيل، اي نعم محمد اسماعيل مساك بس هو بيأدي كويس في نص الملعب، هتحطه رقم 6 وبيضغط ولعيب قوي ولعيب كورته حلوه. وتحط جنبه بقى، عايز تحط جنبه محمد شحاته، عايز تحط جنبه محمد السيد، عايز تحط جنبه احمد حمدي، يلعبوا 8 جنبه. إيه الى حد ما اوكي. واحمد وادم كايد رقم 10. انت عندك كمان اكتر من حل، انت ممكن تبقى عايز تريح مثلا ادم كايد فتحط مكانه احمد حمدي هو اللي 10، وتلعب محمد شحاته جنب محمد اسماعيل. ممكن عادي جدا تلعب محمد اسماعيل وجنبه محمد شحاته او محمد السيد، وبدل ما تلعب بادم كايد 10 لا تحط احمد حمدي رقم 10 عادي جدا. تمام. وقدام خط الهجوم بنسبه كبيره هيبقى هو نفس خط الهجوم اللي احنا لعبنا بيه اخر ماتش، اللي هو الدباغ وناصر منسي واحمد شريف. عجبني جدا وعجبتني جدا الكيمستري والكيمياء بينهم في الماتش الاخير، بيلعبوا لعب جماعي مع بعض كويس جدا بدون انانيه. وده الدباغ وناصر منسي واحمد شريف لعيبه 10/10 في ظل طبعا غياب بتزيرا وشيكوبانزا والجزيري وعمرو ناصر، لعيبه كتير غايبه في الخط الهجومي. لكن الثلاثه دول هم شايف ان هم انسب ثلاثه نلعب بيهم الماتشات اللي جايه ان شاء الله يعني، وربنا يبعد عنهم الاصابات والمشاكل والغيابات والكلام ده كله والايقافات. فبنسبه كبيره هيبقى هو نفس تشكيل ماتش قرابة الاسماعيليه، باستثناءات بسيطه جدا ان حسام عبد المجيد هيرجع يلعب جنب الونش ورا، ونص الملعب جنب محمد اسماعيل، محمد شحاته ولا محمد السيد ولا احمد حمدي. لكن خط الهجوم الاربعه اللي قدام ادم كايد ومنسي وشريف والدباغ بنسبه كبيره هيبقى هم. كل التوفيق لنادي الزمالك النهارده، ونقدر نفوز ونخلص الماتش بدري بدري، عشان احنا محتاجين الفوز ده جدا عشان نستمر في صداره المجموعه وننفرد ونضمن الصعود خلاص كأول. ولازم نخلص المجموعة إن شاء الله مركز أول، عشان في دور ربع النهائي نبعد عن الفرق القوية اللي هي متصدرة المجموعة بتاعتها زي الوداد زي اتحاد العاصمة. فالمهم ان احنا نكسب النهارده، هيبقى فوز مهم جدا جدا باذن الله. كل التوفيق لمعتمد جمال واللعيبه، وان شاء الله الزمالك يفوز باذن الله النهارده. كل التوفيق.